أهلا بيكم في استكشاف جديد النهاردة. هنتعمق في موضوع الصوت الداخلي، الحوار اللي دايما شغال جوانا ده. معانا نص تأملي كده بيطرح أسئلة مهمة قوي عن الصوت ده. أهلا بيك. والنص ده بيبدأ بوصف مباشر جدا للصوت ده، بيقول إنه بيتكلم باستمرار. بالظبط، مرة يقولك أنت قادر ومرة تانية يقول لأ أنت فاشل ومش هتوصل لحاجة، يعني النقيضين دول. تماما، ودي نقطة مهمة جدا بيطرحها النص، اللي هي الصوت ده أصلا بتاع مين؟ هل هو فعلا صوتنا الحقيقي، صوت الذات يعني؟ ولا هو زي ما النص بيقول بعبارة دقيقة قوي، مجرد صدى لكلام سمعته زمان وصدقته؟ الحتة دي لوحدها تخلي الواحد يقف ويفكر. فكرة إن الحوار اللي جوايا ده ممكن ما يكونش بتاعي أصلاً، أو مش كله بتاعي. طب صدى لمين؟ ما هو ده السؤال. النص بيلمح إنها ممكن تكون أصوات سلبية زرعها غيرنا جوانا. يعني كأننا شايلين تسجيلات لناس تانية، آراء أو أحكام، وبنعيدها جوه نفسنا؟ بالظبط، وبنعيدها من غير وعي، من غير ما نسأل نفسنا حتى الكلام ده صح ولا لأ. يمكن دي أكتر حاجة مقلقة. الأخطر إننا ما بنراجعهاش، ما بنتحدهاش، زي ما النص بيقول كأننا خلاص استسلمنا ليها. وهنا بتيجي أهمية اللي النص بيسميه لحظة وعي، اللحظة اللي بنبدأ ننتبه فيها للصوت ده. لحظة الوعي دي، يعني اللحظة اللي الواحد يدرك فيها الصوت ده بيعمل إيه فعلاً؟ أيوة، ندرك طبيعته وتأثيره، وننتقل من مجرد السمع السلبي للملاحظة الواعية. ده بيقول إيه وبيقوله ليه؟ والنص بيوصف الموقف ده بوضوح شديد الحقيقة. بيقول صوتك الداخلي هو أقرب صديق ليك أو أقصى عدو عليك، مفيش منطقة رمادية. فعلا، يا معاك يا ضدك. لكن الأهم بقى مش بس التشخيص ده. تقصدي اللي بيجي بعد كده؟ فكرة الحل؟ بالظبط، النص مش بيقف عند المشكلة، بينتقل لعنصر الإرادة. الاختيار واضح، اختار تبني، اختار ترجع له طاقته وتخليه يكون معاك مش ضدك. اختار. الكلمة دي تبان سهلة نظرياً، بس عملياً يعني لو حد صوته السلبي ده عالي بقاله سنين، إزاي يختار فجأة؟ هو النص مش بيدينا خريطة طريق مفصلة خطوة بخطوة، لكن بيحط الأساس، مجرد إدراك إن عندنا القدرة دي على الاختيار والتأثير. وفكرة ترجع لطاقته دي مثيرة قوي، كأن الطاقة اللي بنغذي بيها السلبي ممكن نسحبها ونوجهها للإيجابي. يعني تغيير مسار الطاقة دي؟ ممكن نقول كده. يمكن البداية مجرد الانتباه فعلا، لما الصوت السلبي يشتغل بس ألاحظه، ما اندمجش معاه على طول، وبعدين ممكن أحاول أرد عليه أو أعيد صياغة كلامه بشكل مختلف. يعني عملية مستمرة مش قرار ولحظة وانتهينا. بالظبط، عملية محتاجة صبر وممارسة. إذن الرحلة اللي النص ده بياخدنا فيها بتبدأ بالسمع الواعي، وبعدين التساؤل عن مصدر الصوت ده وأصالته، وبعدين إدراك إننا نقدر نغيره ونوجهه. نقدر نخليه حليف لينا، مش مجرد ضوضاء في الخلفية. تمام، يبقى مش مجرد مستمعين سلبيين للحوار ده، لأ، مشاركين فعالين. هو ده جوهر الموضوع. ومن هنا من فكرة إن الأصوات الخارجية دي ممكن تشكل جزء كبير من صوتنا الداخلي، بيفضل فيه سؤال أعمق شوية النص بيسيبه لنا نفكر فيه. اللي هو إيه؟ طيب، لو قدرنا نتعرف على الأصداء السلبية دي ونتحداها ونقلل من تأثيرها، كويس. لكن الخطوة اللي بعد كده إيه؟ إزاي ممكن بشكل واعي وبشكل استباقي كمان نزرع وننمي أصوات إيجابية وبناءة جوانا؟ الموضوع مش بس دفاع ضد السلبي، لأ، ده بناء للإيجابي. يعني مش بس نهدم القديم، لأ، نبني الجديد كمان. بالظبط، إزاي نبني البيئة الداخلية دي تبقى داعمة لينا فعلا، كلمة بكلمة وفكرة بفكرة. ده يمكن التحدي الأكبر والتفكير اللي محتاجين نكمل فيه بعد النقاش ده.